حاجتين مهمين جدا هيخلوك ميديا باير شاطر. اول حاجه انت لازم تتعلم تشتغل على اكتر من منصه، مش هتشتغل بس على فيسبوك او يعني انستجرام بس او لينكد ان بس، لا انت لازم تشتغل على اعلانات فيسبوك، انستجرام، لينكد ان، تيك توك، سناب شات، حتى كمان جوجل، طبعا جوجل طبعا. وده لان دايما التارجت اودينس او جمهورك المستهدف مش دايما موجود في مكان واحد. لو انت بتعمل اعلان مثلا لكلاينت في مصر، فالتارجت اودينس بتاعك موجود على منصه معينه زي فيسبوك مثلا. لو بتشتغل على كلاينت مثلا سعودي او كلاينت خليجي، فممكن تلجا لسناب شات، ممكن تلجا لتويتر. فدايما انت بتجري ورا التارجت اودينس بتاعك، مش بتعلن في اي مكان وبتحاول تستهدف فيه التارجت اودينس بتاعك، لا انت بتعلن في المكان المناسب اللي التارجت اودينس بتاعك بيكون موجود عليه. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم تتاكد ان المنتج بتاعك، انت مسؤول طبعا عن اي حمله اعلانيه بتعملها، لازم تتاكد ان المنتج اللي انت بتعمله الاعلان ده لازم يكون مناسب للتارجت اودينس اللي هيشتري او هيتعامل مع المنتج ده. يعني ايه؟ لازم تتاكد ان القيمه بتاعت المنتج مناسبه للتارجت اودينس. طبعا ده بعد ما تعمل ريسيرش عن الكومبيتيتورز او عن المنافسين، بعد ما تعمل دراسه للسوق بتاعك والمنافسين وبتشوف هم مقدمين ايه وانت مقدم ايه، ساعتها بس هتعرف ان المنتج بتاعك كويس ولا مش كويس. طب لو هو مش كويس هعمل ايه؟ لا انا هنا هستوب، مش هستعجل، مش هعمل حمله اعلانيه واخش حرب خسرانه، لا انا هبتدي ان انا اركز على المنتج بتاعي، هبتدي ان انا اعلي من قيمه المنتج بتاعي، هفكر في عروض، هفكر في مزايا، هفكر في ميزه تنافسيه، هفكر في اي حاجه هعملها عشان اعلي من الفاليو او القيمه بتاعت المنتج بتاعي، وبعد كده هبدا اخش الحمله الاعلانيه بتاعتي. لكن لو انت تجاهلت النقطه دي ودخلت الحمله الاعلانيه بتاعتك مباشره وانت عارف ان المنتج بتاعك مش احسن حاجه في السوق، يبقى طبعا انت يعني اكنك بترمي فلوس على الارض. الميديا باير الشاطر شغله ببساطه بيشمل تفاصيل كتير جدا، مش بس بتعمل حمله اعلانيه في 5 دقايق. لو عايز تبقى ميديا باير شاطر ركز في التفاصيل.